أطلقت مؤسسة تونسية تهتم بالمنتوج الإلكتروني أسستها 4 كفاءات تونسية شابة في مجال التكنولوجيات الحديثة. أطلقت اليوم أول لوحة لمسية في تونس، وقد تم عشية اليوم بمدينة العلوم تقديم فكرة عن المنتوج ومميزاته. هم 4 طاقات تونسية شابة تعي جيدا أن تونس تحتاج إلى العمل والبذل والعطاء. لم تثنهم المصاعب والعراقيل التي مرت بها تونس بعد ثورة 14 من جانفي، وانكبوا يعملون في صمت يبتكرون، فكان نتاجهم أول لوحة لمسية بتصور وبتصنيع تونسي. 216 هي لوحة لمسية فيها إكران 9.7 بوس، وتخدم فيها كونكتيفيتي، فيها يو اس بي، فيها اتش دي ام اي، نجم تحط الكاسك. دونك اللوحه اللمسيه هذه تنجم تستعملها كيما الاورديناتور، ما هي اكثر تنجم تهزها معك وين ما تحب. الكونسيبسيون نتاعها تونسيه، معناتها احنا خدمنا صحيح مع شركات اخرين، مي الكونسيبسيون نتاع التابلات هي تونسيه. دونك وتوسكي تصنيع يصير في تونس. السوم نتاعها اقل سوم تنجم تتباع به هي 499. المساهمة في دفع التشغيل واستقطاب حامل الشهائد العليا هدفهم، خاصة وأنهم يطمحون إلى تصنيع قرابة 5000 لوحة خلال السنة الحالية. ليكيب نتاعنا تو 9، مي إن شاء الله جمع زوز 11 بيرسون كديبي 11 بيرسون معناتها. مي في لافنيغ معناتها قد ما تكثر البرودكسيون سي نورمال أنا باش نزيدو بيرسونيل. ولأن طموحهم لا حدود له، فهم يسعون إلى التموقع في الأسواق الخارجية بعد أن يعززوا تواجدهم في السوق الداخلية، خاصة وأن أسعارهم تنافسية كما يؤكدون. باش نتاكيو السوق التونسية سي نورمال يشجعونا، معناتها التوانسة نشجعونا، مي في لافونيغ نحبوا نتاكيو الاكسبور دول عربية أوروبا، علاش لا. منتوج ذو قيمة مضافة عالية قادر على توفير مواطن شغل، لذلك يأمل هؤلاء الشباب أن تدعمهم الجهات المشرفة على الاستثمار، لا سيما وأن المشروع ما يزال في بدايته.